يا مساء الأنوار. الطبق اللي كل ما نعمله تقولوا لي حطي لنا المقادير، اللي هو أقراص الزعتر الفلسطيني. هذا من أكثر الشغلات اللي تميز الزعتر الفلسطيني. أنا كجزائرية أنقل لكم أبدعته. بالنسبة للمقادير، العجين عندي كوبين من المي، معلقة كبيرة من الخميرة، ومعلقة كبيرة من السكر. رح نخلطهم شوي بالعجانة أو بالمعلقة إذا ما عندكم عجانة، ونخليهم يتفاعلوا لمدة 5 دقائق أقل إشي. رح نضيف عليهم نصف كوب من الزيت، سواء زيت نباتي أو زيت زيتون يفضل طبعا، أو فيكم تخلطوا. ورح نضيف عليهم الطحين. أنا استخدمت 6 كاسات طحين. رح أحط أول 5 كاسات، بعدين الكوب السادس رح أضيفه شوي شوي. رح نضيف معلقة صغيرة مليانة من الملح، ونعجن الخليط كتير منيح. رح أدهن إيدي بالزيت، أنزل كل العجين وأغطيها وأخليها ترتاح لمدة نصف ساعة إلى ساعة أقل شيء. نيجي نجهز الزعتر. عندي الزعتر ورق زي ما انتم شايفين. رح ننظفه، فلسطيني يقولون نلقطه. رح ننظفه ونغسله كذا مرة ونحطه ينشف تماما. الناس اللي ما عندها الزعتر الأخضر فيها تستخدم الزعتر الناشف، تنقعه لمدة ربع ساعة بماء ساخن، رح يرجع فريش وجديد كأنه هلأ قطفتوه. رح نجهز الزعتر. فرمنا البصل، رح نضيف عليه كمية منيحة من زيت الزيتون. طبعا بالنسبة للكميات هاي تقديرية على حسب عيلتكم. أنا المقدار عندي اليوم حطيت له تقريبا 4 ملاعق من السماق، كمان حطيت له شوية من الملح وشوية من الفلفل الأسود، رشة من ملح الليمون، وقطعت ليمونة كاملة. رح نفركهم مزبوط لحتى ندخل كل المكونات في بعض. بعد هيك رح نضيف الزعتر ونخليه على جنب، ونبدأ نجهز أقراصنا اللذيذة. في هذا الوقت تكون العجينة عنا خمرت وصارت جاهزة. رح نطلع منها الهواء ونعملها كرات متوسطة الحجم إلى كبيرة على حسب انتو ايش تبغوا. طبعا ندهن ايدينا بالزيت ونحط على الكاونتر زيت عشان ما تلزق معنا، لأنه العجين عملتها رخوة يعني مو ناشفة. نخليها ترتاح شوي ونرجع نفردها في الجزائر زي ما نعمل المحجوبة بالضبط. رح نفردها ونحط عليها كمية من الزعتر. طبعا الزعتر تعصروا بإيدكم عشان ما تنزل المي على العجين. رح نطبق زي ما انتم شايفين الفيديو موضح بالتفصيل. رح نطبق أول جهة، بعد هيك رح نرجع نحط عليها الزعتر ونرجع نطبق الجهة الثانية، وكل مرة نرش زعتر بطريقة خفيفة. طبعا هون فيكم تحطوا رشة زيت زيتون. الناس اللي ما تحبوا تقيل خلاص تكتفي بزيت الزيتون اللي موجود بالزعتر نفسه. رح نعملها على شكل ظرف ونحطها ندهنها بالزيت ونخليها على جنب لبين ما نكمل كل الأقراص اللي عملناهم، ونخليهم يرتاحوا عشان يسهل علينا فردهم بعد هيك. طبعا في ناس يحبوا يحطوا الجبنة النابلسية، بتطلع معها كتير زاكية. هذا برجع لكم ولذوقكم انتو شو بتحبوا تستخدموا. فيكم تخلوا سادة وفيكم تستخدموا الجبنة النابلسية. رح ندهن الصواني بالزيت، ندهنها كتير منيح. يفضل استخدام صواني غير لاصقة. طبعا هذا بعد ما خلينا العجين ارتاحت، ونفردها في الصواني ونرقها. طبعا أنا ما بفضل إنها تكون خميلة يعني عالية، يفضل إنها تكون وسط، لا هي رقيقة كتير عشان ما تطلع معنا كحمشة زي ما بتحكوا، اللي هي يعني تتقرمش، ولا تطلع معنا خميلة. شوفوا الطريقة أنا موضحاها بالفيديو. دائما خلوا إيديكم بالزيت عشان ما تلزق. طبعا طريقة الخبز زي أي معجنات، النار لازم عندك تكون حامية جدا، سواء فرن غاز أو كهرباء. حطيه أعلى درجة، بتستويها من تحت ومن فوق. وبعد ما تطلع رشيلك عليها رشة زيت عشان تضلها طرية. طبعا بالنسبة للفرن، الناس اللي ما عندها الفرن يشتغل من فوق ومن تحت، بتشغلي من تحت بتستويها وبعد هيك بتحمريها، راح تطلع معكم طرية. لا تنسوا رشة الزيت بالأخير. شوفوا لما تقطعوها كيف بتضلها طرية. طبعا فيكم تحافظوا عليها، بتحطوها بأكياس وتدخلوها الفريزر، وكل ما تصيروا بدكم تستخدموا أكيد بتطلعوها. أنا بفضل ما أسخنها بالميكروويف، أخليها تدوب على حرارة الغرفة وأسخنها على صاج. تقدم مع طماطم وشاي، يا سلام، خصوصي لو كانت الطماطم كرزية. يعطيكم ألف عافية.